جاهز؟ ابدا يلا. 3 2 1 اكشن. الفيديو ده هيكون مختلف عن باقي فيديوهاتنا، هيكون عباره عن موضوع انا بتناقش فيه وبقول رايي فيه، وانتوا برضو من حقكم انكم تقولوا رايكم. لو عايز تقول رايك اكتبه في الكومنتات، فانت لو جديد اعمل اشتراك في القناه واعمل لايك للفيديو. لو انت معايا شير الفيديو، ممكن يكون مفيد لغيرك، وان شاء الله الفيديو هيعجبكم. ويلا بينا نبدا. تلاقي الاشخاص بالقلب، النظر للعين بشكل مباشر، الاستماع الى صوت شخص تحبه، كلمه طيبه خير من مجرد رساله الكترونيه مجرد من المشاعر. وفعلا الكلام ده صحيح، انك تتكلم وتضحك مع واحد تقول كلام حلو للناس افضل من انك تبعتها في رساله الكترونيه ملهاش اي طعم. وانا جربت الموضوع ده كتير، لان انا ياما اتبعت لي كلمات كتير حلوه في رسائل الكترونيه بس مش حاسس بطعمها. عايز اشوفك يا عم عايز اشوفك كده وابص في وشك وابتسم لك كده وتبتسم لي واسمع الكلام الحلو ده منك. لما تبعت رساله لحد تقول له فيها انك بتحبه او تقول له انا بحبك، هي هتفرحه بس مش قد فرحته وانت بتقولها له في وشه ومبتسم ومدقق في ملامحه كده وابتسامه جميله، وتدعي له دعوه حلوه ويسمعها بصوتك، مش مجرد ريكورد تسجله كده وتجيب له ريكورد شيخ تبعته له على الواتس. الرساله اللي بنبعتها في الموبايل والشاتس والدنيا دي ممكن تمسح من ذاكره الموبايل، انما لو في بالك لحظه ما بتقال لك الكلمه الحلوه هتفتكرها، وذكريات اول ما عقلك بيفتكرها وشك بيبتسم تلقائيا وبيخليك يعني هرمون الدوبامين عندك فوق، بيجي لي رسائل فيها اجمل الكلمات لكن مش حاسس بطعمها. يفضل بالنسبه لي انا اسمعها من صوتك وانا باصص لك وبدقق في ملامحك. والصراحه انا شايف ان الدليل على الكلام ده ان هو لما نيجي نفتكر كلام شخص واحد بنفتكره عشان احنا كنا قاعدين في نفس اللحظه اللي هو كان بيقول فيها الكلام. وفعلا الاشخاص بالقلب، النظر بالعين بشكل مباشر، الاستماع الى صوت شخص تحبه، كلمه طيبه خير من مجرد رساله الكترونيه مجرده من المشاعر. دي افضل جمله انا حسيت بمعناها ودخلت قلبي قبل عقلي. وممكن اخد دليل تاني لو من الاولاني ما عجبكش، اعلان محمد صلاح بتاع البابل، كان بيتكلم في موضوع شبيه اللي انا بتكلم عنه. الناس اللي ما شافوش الاعلان ده لو يعني محدش شافه او لسه فاكره لحد دلوقتي، الاعلان بيحكي لما التكنولوجيا والتطورات اللي احنا فيها دي ظهرت، الناس كانت عايزه تشوف ايه ده وايه التطورات دي وعايزه تكتشف ما يسمى بغريزه الفضول. تظهر بنت مختلفه عن جميع اللي حواليها وكانت بتتمنى ان هم يخرجوا من اللي هم فيه اللي هي الفقاعات، فجابت فكره ان هي تعزمهم على عيد ميلادها، ولكن برضه تلاقيهم جايين بفقاعاتهم وكل واحد قاعد في الفقاعه بتاعته ومشغولين ولا مهتمين ان هم في عيد ميلاد اصلا. وتنجح انها تخرجهم من الفقاعات بحيث انها تشتت انتباههم عن الحاجات دي، وتمنت امنيه واحده بس، انها ما تبقاش زي اللي اتحبسوا في البابلز اللي هي الفقاعات.